بسم الله. عنده هون وصفة للكيك سهل وسريعة. حطيت هون عندي حبة من البيض، عندي من الزيت حطيت نص كاسة من الزيت، نص كاسة من السكر، وعندي واحد من الفانيلا. طبعا الفيديو ما تصور وانا بحط فيهن، هاي مثل ما قلت المقادير هي واحد من الفانيليا، نص كاسة من الزيت، نص كاسة من السكر، بيضة واحدة، وبدي اخفقهم كلهم مع بعض عشان للفيديو للي بيشوفوه. هاي يعني انا حطيت بيضة، هاي بنخفقها كلهم على السريع. يعني هاي اسرع كيكة ممكن تعملوها. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. وبدنا نحط عنا كاسة من الطحين. هاي كاسة من الطحين. طبعا انا مقدار الكاسة اللي عيرت فيها 250 ملي. وبأمان الله. من البيكنج باودر عنده هون باكيت، هاي الباكيت اللي عندنا هون 15 جرام. عندي هون نص كاسة من الحليب بنزلها. طبعا يعني بأسهل طريقة ممكن تعملوها وتحضروها إذا أجاكم ضيوف، يعني ب5 دقايق بتكون جهزت وتمام، وطعمها أطيب منه ما في. مع كاسة شاي، كاسة قهوة، بتقطعوها على السريع، يعني ما بتحتاج وقت. وإن شاء الله بتعجبكم هالطريقة، وبنلاقيكم بفيديو تاني، وبأمان الله. حطيتوا كاكاو بالعجينة، بدكم تزودوا عليها من الحليب شوي. هيك عندي، شايفين؟ بتحبوا تزودوا أكتر من هيك إلها تلاقوها سائلة أكتر، بتحبوا تزودوا معلقتين من الحليب. طبعا هذا بيرجع لإلكم. طبعا أنا هون دهنت عندي صينية صغيرة هيا، طبعا أكيد، أو أي صينية حفافة عاليين بالبيت. هاي بدي أنزل. طبعا إحنا ما بدنا نحطها بالفرن، هاي عندنا الكيكة على السريع بدنا نحطها بالميكروويف، يعني بتاخد معي شي 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين الصينية هاي اللي عنا مدهونة بالزيت وبالطحين. طبعا انا هون الكيكة بدي احط عندي فيها من المربى على الوجه هيك. هيني حطيت هون عندي المربى، طبعا اختياري، انا بدي اعمله بهيك شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا بعد ما خليتها احط عليها جوز هند هلا، وبدي احطها بالميكروويف هلا شي 5 دقايق، يعني ما بتاخد معنا وقت، وعلى السريع بنشوفها وبنطلعها. بسم الله. شايفين؟ هاي 5 دقايق بالضبط اخذت معي. وهون عندي من المربى بدي امسح الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كمان. طبعا ممكن ترشوا سكر مطحون، يعني ما ترشوا عليها جوز الهند، هذا كله اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف؟ يعني هاي السكين ما بتلزق. يعني هاي كيكة المستعجلين، انتوا بتشكلوها بالشكل اللي بدكم اياه والطعم اللي بدكم اياه. بسم الله. هد شو خفيفة وروعة، طعمها روعة، ان شاء الله بتعجبكم.